صلي على النبي يا قمرايه في الكومنتات وتعالي نعمل احلى شويه خيار مخلل. حاجه كده بسم الله ما شاء الله قمر. من اخف المخللات على قلبي هو الخيار بصراحه، بيتعمل بسرعه وبيبقى خفيف في الاكل بتاعه، وانا بعشقه بصراحه، بعشق المخلل الخيار جدا. طيب واحنا عارفين دلوقتي ان الخيار البلدي ابتدى يظهر في السوق. هتشيلي الكيلو واعمليه، وكل ما يخلص جددي، يعني ما تكتريش عشان الخيار ملوش روح والدنيا ابتدت تحرر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على طريقة التخليل على طول. طيب هتعملي ايه يا زوزو؟ انا معايا هنا كيلو خيار يا جماعة، وبحب اجيب الخيار الصغنن ده كده هو الرفيع، علشان في التخليل بيبقى حاجة بسم الله ما شاء الله قمر. طيب انا هركن الخيار او هتاخره كده اهو، يعني هغسله غسله حلوه جدا، وهشيل العنقود من فوق ومن تحت. وتعالوا بقى هنا يا قلبي انت وهي هنعمل ايه. معايا الكاتشب بتاعي، كنت غاليه فيه ميه وسبتها تبرد خالص علشان الخيار ما يعملش ريم مع الميه من الحنفيه. اوعي تخليه الميه من الحنفيه، عايزه تخلي الميه زي فتره، يعني فتره كده زي دمعه العين، عشان تخلي معاكي بسرعه مفيش اي مشاكل. طيب هتحطي ايه يا زوزو؟ هحط يا قلبي زوزو ادي معلقه ملح، خلاص 2 3، وتحطي كمان نص معلقه كده، 3 معالق ونص ملح. وبعد كده هروح حاطه كمان معلقه كمون، واحنا عارفين ان المخللات روحها الكمون، اهي معلقه كمون. طيب وهنا هحط ايه بقى تاني يا زوزو؟ هتحطي ايه؟ هحط يا قلبي زوزو معلقه سكر، عشان دي الماده الحافظه بتاعتي اللي بتحافظ على قرمشه الخيار من اول خياره لاخر خياره. وبعد كده اهو هحط بتاع ربع كوبايه خل كده اهو، عشان ده اللي بيخلي الخيار بسرعه يا جماعه. وبعد كده هروح نازله بايه بقى كمان؟ بحته هريسه شطه حمرا كده اهو، ودوبيها بقى في الميه، ودوبي كل المكونات اللي انا حطيتها دي، واتفرجي على الجمال بقى بتاع الخيار يا جماعه. افضلي تقليب كده لحد ما يدوب الملح والسكر والكمون والخل كله في قلب بعضه. طيب خلاص كده. لما خلصتي احنا لسه هنجيب بتاع نص معلقه توم كده حلوه، ونروح مدوبينها. توم مهروس، عايزه تفصصي توم وتقطعيه تهرسيه براحتك خالص، دي حريتك الشخصيه. وتروحي مدوباه مع الخلطه الرائعه ديت الرهيبه اللي ريحتها تجنن من قبل ما احط الخيار يا جماعه. وافضل ادوب فيها كده لحد ما المكونات بتاعتها كلها تدوب. وطبعا انا بقى هنا هكون غسلت الخيار بتاعي غسله محترمه ونجيفه، واقطع العناقيد بتاعته اللي هي من فوق ومن تحت. وبعد كده هروح جايباها اهو، وابتدي انزل بيه بقى ادوب بس تاني، او اقلب تقلبتين كده هو التاني. وانزلي بقى ارمي الخيار بتاعك في الميه الرهيبه او الخلطه الرهيبه اللي احنا عملناها ديت. عايزه اقولك انت بتاكلي منه مثلا تاني يوم، اخر النهار لو عملتيه الصبح، لانه بيتخلي بسرعه. بصوا انا غسلته غسله كويسه وشلت العنقود اللي فوق واللي تحت، واروح رمياه في قلب الميه الرهيبه او الخلطه الرهيبه اللي انا عملتها ديت. طيب بعد ما هتحطي الخيار يا زوزو، خلصتي كده؟ لا طبعا ما خلصتش، لازم بقى الخيار ده لازم له فلفل حامي سبايسي. انا مقطعه كده كام قرن سبايسي، وتروحي نازله بيهم كده اهو، علشان الحميان بتاعه بينزل في قلب الخيار بيبقى رائع. وهنا كان احلى خيار مخلل يا جماعه اتعمل، كان حاجه بسم الله ما شاء الله قمر. قومي ما تكسليش، والجو حرر، وهو ده اخف مخلل تعمليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.